تعالوا نعمل الترشي البوليف في البيت استعدادا لشهر رمضان. أنا جبت بصل أحمر صغير وحطيته في مية سخنة لمدة 3-4 دقايق. بدأت أقشره كل القشرات الخارجية لحد ما أوصل للحجم الصغنن الجميل ده. كان معايا كمان خيار وجزر ولفت، ومعايا كمان قرنبيط في الخلطة السحرية، فلفل رومي أحمر، فلفل حار، جزر، كرفس أخضر، حبة فلفل أخضر، و4-5 فصوص توم، وحبة فلفل حراق، وخل. اضرب كل ده مع بعضه. نزل بقى المكونات بتاعة ترشي البوليف في البرطمان، ونبدأ ننزل بالخلطة. شكلها وريحتها يهبلوا. شوية شوية ننزل الخلطة ونبدأ نوزعها جوه البرطمان، وبعدين نعمل محلول التخليل اللي هو مية وملح. نحط كمية الملح حسب المقادير. هنزل المحلول بتاع التخليل في البرطمان لحد ما يملى الكمية كلها. بشرت حبيتين بنجر ونزلت بيهم، وادي الحتة اللي اتبقت من البنجر. بقلبه شوية شوية عشان يتغلغل، واغطي بورق استرتش، وبعد كده بالغطا بتاعنا هسيبه اسبوع، وبعدين اجي افتح عليه وندوق مع بعض. فات بقى كده اسبوع على البوليف. يلا هنفتح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتويزرز بتاعي بصوا الريحه، لا لا لا، الريحه اصلا هجمت عليا وانا كده قلبي ضعف. خيار، بصوا اللون، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على راي الكابتن مدحت شلبي. قلبي يا ناس يجنن، حقيقي يجنن. طلعت كمان بصلايه من الترشي البوليف عشان ادوقها. سامعين صوت القرمشه؟ قنبله. الف هنا وشفا على كل اللي هيعمل الترشي البوليف بطريقه جوه الحله.